أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب إسرائيل أن من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما
وما أنزل من قبلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإذا تولوا فإنما هم في شقاق وإذا تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنس بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tatma'innu biha qulubuna wa tarfa'una ila mardatillahi 'azza wa jalla. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف هذه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن استمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي بالله عزني الله وإياكم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang ikut mempersamai para anda di acara yang mulia ini, tasmid akhlak terakhir. Kemudian kepada kawan-kawan dari daerah ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami teringat sebuah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh para ulama kita. Al-maqam fil turqat liman sabaq wal maqam 'inda Allahi liman. Ayo, siapa yang kira-kira bisa menyambung? Al-maqam 'inda turqat liman sabaq wal maqam 'inda Allahi liman sadaq. Artinya lebih kurang apa? Posisi ketika berada di jalan raya itu siapa yang cepat di depan, betul? Namun ini tidak berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan atau posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka sesuai dengan keinginan bagi mereka yang shadaq. Apa shadaq? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ya beberapa tahun kami berada di Ma'had bersama dengan para anak kami coba melihat dari kemarin, dari beberapa dalam sebulan ini ada anak-anak kita yang sudah syahadah 30 juz 2 hari, sehari 15 juz, setelah dari Anas sampai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas. Itu ada 4 orang yang syahadah dalam pembelajaran dalam beberapa bulan ini. Kemudian ada juga yang tasmi dari juz 1, ada yang sampai juz 10, ada yang sampai juz 20, ada yang tasmi sampai juz 25. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kami coba perhatikan, yang syahadah, yang tasmi
yang menyelesaikan hafalannya bukan juga orang-orang yang, mohon maaf, cerdas, biasa-biasa. Namun apa? Namun boleh jadi wallahu alam karena kejujuran mereka dalam hafal Quran itu yang membuat mereka berhasil. Usaha doa yang dilantunkan oleh ayah bunda mereka mungkin di saat kegelapan malam itu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka dalam hafal Al-Quran. Karena di hari ini atau di hari yang lain banyak juga kita dapatkan yang cerdas awalnya, namun apa? Di akhirnya gagal. Gagal. Maka sering kami ingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa kita manusia ini hanya berusaha. IQ yang kemampuan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita. Dan tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Namun tugas kita adalah berusaha. Nah, dalam berusaha ini bagi mereka yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Namun bagi mereka yang tidak jujur dalam menghafal Al-Quran, tidak jujur dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan apa kecuali menghabiskan waktu secara sia-sia. Ya. Maka jujur ini mungkin kalau Ustaz Abdullah atau Ustaz yang lain sering membahasakan dengan keikhlasan. Keikhlasan. Tanpa keikhlasan ini kita tidak bisa menghafalnya. Quran ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa atau hati-hati orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka yang menjaga adabnya dengan guru-guru mereka. Kepada mereka yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dijaga, keikhlasan tidak ada, hubungan dengan guru tidak baik, maka tidak akan mendapatkan apa? Kerugian di dunia maupun di akhirat. Maka anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Namun ini merupakan langkah awal kita sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Namun tentunya di dunia ini ada target-target juga yang harus kita gapai berikutnya. Sudah hafal Quran, kemudian kita berusaha untuk memungkinkan hafalan, melancarkan hafalan sampai yang syahadah juga jangan puas, yang terus murojaah sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat baru dikatakan kepada kita Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sampai nanti dikatakan kepada kita Iqra, wahai fulan, para penghafal Quran, bacalah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkanlah bacaan kalian selama sebagaimana kalian telah mentartilkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa, karena sesungguhnya posisi kalian di surga ini sesuai dengan apa ayat terakhir yang kalian baca. Makin banyak yang kita bawa nanti di hari kiamat, makin tinggi kita kedudukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana baru kita berbahagia, senang dengan apa yang kita dapat. Namun di dunia jangan capek, lelah, ya itu hal yang wajar dan semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yang lelah, yang capek, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kami ingatkan kembali diri kami juga kepada anak-anak sekalian, ketika sudah mendapatkan nikmat dalam hafal Al-Quran ini, jangan juga kita ujub, merasa bangga diri, yang merasa diri kita lebih hebat dari yang lainlah, ya hebat, ya. Belum tentu kita ini yang sudah hafal Quran, kita yang akan mendahulukan orang lain masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang terdahulu para hafal Quran yang menghafal Quran di ujung-ujung kehidupan mereka menetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal ini juga sering kami dengarkan beberapa ya di Malaysia maupun ini anak-anak pondok juga ada yang murtad
dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalan hidayah ini, ya. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Sekarang kita jadi menghafal Al-Quran dan semoga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, kita merasa berbahagia, senang ketika sudah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa ujub sombong, ya. Ketika ujub sombong takabur itu sudah ada dalam jiwa kita, takutnya Allah mencabut nikmat ini dari kita, mencabut nikmat hidayah, ya. Akhirnya apa? Kita hidup di tidak dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, namun ya waliyadillah akhir kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita merasa diri lebih hebat dari orang-orang yang tidak menghafal Quran. Tidak hebat, kita sama dengan mereka manusia. Terus kita jaga, ya, kita pupuk semangat untuk nantinya yang belum syahadah bisa syahadah, ya, 30 juz yang sudah syahadah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk bisa segera mengambil salat Al-Quran, ya. Yang nantinya sudah mendapatkan salat Al-Quran bukan hanya sanad yang kita inginkan, ya. Namun tujuan dasar diturunkan Al-Quran apa? Untuk ditadabburi, bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dibaca, namun apa? Al-Quran itu harus masuk dalam sanubari kita, dalam jiwa kita, dalam praktek kehidupan kita, ya. Ini di antara tujuan dasar diturunkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini dasarnya, tadabbur Al-Quran. Namun tidak mungkin kita bisa mentadabburi Al-Quran tanpa apa? Mengetahui makna-makna tafsir para ulama yang terkandung dalam Al-Quran. Maka jangan berhenti. Alhamdulillah kita sudah sampai di posisi menghafal Al-Quran. Nanti kita coba buktikan Al-Quran syahadah, ya. Kemudian ambil pengambilan sanad. Bagi yang mereka ingin mengambil qiraat, lanjut ke qiraat. Kemudian jangan berhenti sampai di sana, sampai kita mampu mentadabburi Al-Quran dan melaksanakan isi-isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran sampai insya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami sampaikan, jangan puas dengan apa yang sudah dicapai sebelum kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di surga Firdausil A'la. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan an tajma'ana fil Firdausil A'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترفع بها شاهدنا وتحفظ
يعصمنا بها من كل شر. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. إنك رحيم ودود وأنت فعال لما تريد. اللهم هذا الجهل وعليك التكلان وهذا الدعاء وعليك الاستجابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا واجعل فوقنا نورا وتحتنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى وأن لك الآخرة والأولى وإن إليك الرجعى وإنا نعوذ بك أن نذل ونحزى. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير العلم وخير العمل وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا.
وثقل موازيننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة